السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الكلام نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض سمك مشوي بخلطة جميلة جميلة جميلة، كلها هتبقى إن شاء الله في الكبة. إن شاء الله هتجربوه وهيعجبكم. بسم الله. أول حاجة معايا الكبة بتاعتي نضيفة وناشفة، هنزل فيها حوالي 8 قرون فلفل أحمر حامي وقرن فلفل رومي، ومعايا نص قرن فلفل احمر الوان، ومعايا بالظبط طماطميه واحده. الكميه دي قد ايه بالظبط؟ انا جايبه 3 سمكات مشويين، 3 سمكات يعني منضفاهم وسايباهم للشوي كبار. السمك المشوي يا جماعه اهم حاجه لما تيجي تنضفيه وتجيبيه من عند بتاع السمك لازم يكون بقشره، تنضفيه من جوه بس لازم يكون بقشره. هعمل ايه؟ هنزل بسم الله. ومعايا طبعا حوالي 8 فصوص ثوم اهو. تاني حاجة هنزل بمعلقتين من الملح، معلقتين ونص كده اهو. وبعدين هنزل بالظبط بحوالي 5 معالق من الخل، ومعايا معلقتين كمون. وعارفين خلطة السمك الجاهزة؟ لو عندك لو مش عندك مش مهم، لو موجودة حطي منها معلقة خلاص. ورشة بسيطة من الفلفل الأسمر، ومعلقة كزبرة ناشفة. أنا حاطة على ال3 سمكات 8 ليمونات أهو. ده كله خلاص بالظبط. هضرب الكبه، يعني هديله ضربه في الكبه بس مش هديله ضربه ناعمه، عايزاه يبقى يعني باين، يكون ايه كاني مقطعه حتت صغيره. هديله ضربه وارجع له. اهي الخلطه بتاعتي بعد ما ضربتها في الكبه اهي كلها، بصوا اهي زي ما قلت لكم، بصوا اهي مش مفرومه قوي خلاص. ومعايا حزمه كزبره خضراء اهي، غسلتها حلو جدا، نقعتها في سنه خل وبعدين قمت مقطعاها على القطاعه خلاص. ده كله هقلبه كده مع بعضه. خلاص كده هجيب السمك بتاعي عملته حلو جدا، نقعته في دقيق وفي ليمون ونقعته في خل وفي ملح، ودلوقتي هتبله كله من جوه بنفس الخلطه اللي انا عملتها، بس انا خدت حبه عشان ما بوظش الخلطه كلها. بسم الله اهو اهو. بصي بتملي قلبه كده من جوه حلو اهي. وهي التانيه اهي اهي. اهي التالته معايا. السمك المشوي يا جماعه كل ما بيكون كبير البولتي بيبقى جميل جدا اهو كده اهو. خلاص يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي انا معايا السمك البولتي اهو، هنزله في الرده. بصي خلي الرده ما تخليش تنتوفه سمكه باينه، غرقيها خالص، غطيها خالص خالص بالرده اهي كده اهي اهي كده. بسم الله. وهي التانية السمك بتاعي اهو كده جاهز. هعمل ايه؟ في الفرن الشبكه اللي موجوده جوه الفرن هفرد على الشبكه ورق الومنيوم هحطه، وهنزل هرصص ال3 سمكات. بس بقى بصوا حاجه حلوه جدا عشان السمك ما يطلعش منك دخنه، بخي السمكه بزيت كده عشان ما يطلعش منك دخنه كده اهو. بس هحطهم على الشبكه ولو اول ما يطلع هوريهم. ودلوقتي ده السمك المشوي بتاعي بعد ما طلعته من الشوايه اهو طري، بصوا ما نشفش خالص، جميل.
والخلطه اهي بتاعتي انا مقطعه عليها حزمه كزبره خضراء، هنزل عليها كده بسم الله. اول ما طلعت تسقيه على طول بالخلطه. والخلطه اللي بتتبقى يا جماعه عادي جدا ممكن تعينيها في الفريزر، ما بيحصلهاش اي حاجه. اول ما تطلعيها لما تستخدميها مره تانية قطعي عليها كزبره خضراء تاني، هترجع زي ما كانت. وهو شكل السمك المشوي بتاعي بعد ما خلص وطلع من الفرن مش شوايه، جميل جدا وريحته جميله جدا وان شاء الله يعجبكم. ويلا بينا نشوف هنعمل السمك المقلي والمنبوريا ازاي. انا معايا سمكتين بولتي حجمهم كبير ومعايا نص كيلو من المنبوريا. دلوقتي انا كنت غسلاهم وشطفاهم حلو جدا. ودلوقتي حطيت في الكبه 4 فصوص توم وقرن فلفل حامي وقرن فلفل اخضر، وحطيت عليهم كمون وفلفل اسمر وكزبره ناشفه ومعلقه من توابل السمك. عندك ما عندكيش خلاص. وحطيت عليهم ليمونتين. السمكه طبعا عشان حجمها كبير انا هفتحها هديها فتحتين من الناحيه دي ومن الناحيه دي، بتساعد طبعا على التسويه، بتبقى جميله جدا. بسم الله. وهنتبلهم. اهم حاجه يا جماعه في تتبيله السمك ان انت يعني توصلي التتبيله في السمكه كلها، وتحاولي تدخلي في الفتحتين اللي احنا فتحناهم التتبيله، وتمسحي السمكه بايدك من ناحيتين، بتبقى جميله جدا، بتتشرب وبتبقى حلوه قوي. وكمان عشان فيها ليمون كتير والله بتخليه جميل جدا. ما تخافيش ان في ناس كتير يقولوا لك ايه السمك المقلي لو حطيتي فيه ليمون الزيت هيتحرق، لا ما بيحصلش كده خالص. تبلي السمك خلطه السمك البولتي المقلي بليمون اهي بصوا. والبامبوريا طبعا عشان صغيره مش همسك واحده واحده ايه اتبلها، هحط عليها الخلطه كلها وهقلبها بايدي الاتنين حلو جدا لغايه لما اخلي الخلطه كلها تدخل فيها كلها. خلاص شايفينها؟ يلا بينا نشوف الدقيق. انا حطيت حوالي كوبايه دقيق وحطيت عليهم معلقه نشا ورشه زعفران بسيطه جدا. هقلبهم حلو، وهنزل بالسمكه بتاعتي في الدقيق. اهم حاجه ان السمكه تتبدر حلوه قوي بالدقيق. ولو عندك وقت ممكن طبعا بعد ما تبدري السمك في الدقيق ان انت تحطيه في التلاجة حوالي ربع ساعه. والبامبوريا برده مش هنزل بواحده واحده، انا هنزل بيها كلها وبايدي الاتنين هقلبها اهو حلو قوي. بسم الله. وهاخد واحده واحده اتاكد ان ايه الدقيق وصل لها اهو. واللي الدقيق طبعا موصلهاش ايه هرجع اقلب تاني ايه الكميه الباقيه معايا. ده نص كيلو على فكره يا جماعه، والله بترمي كتير جدا وجميله جدا، طعمها حلو قوي، يعني اللي ما جربهاش يجربها. ودلوقتي اهي الطاسه بتاعتي سخنت على النار. انا بحب احط قشر الليمون جدا في الزيت وانا بقلي السمك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما اطلعه ان شاء الله هوريها لكم. دلوقتي هنعمل مع بعض كابوريا. بصوا هي جميله ازاي، انا غسلتها برده حلو جدا ونقعتها. ومعايا جمبري زي ما هو بقشره، بس عندي طبعا الشنبات بتاعته اللي بتبقى طويله دي، ونضفته من هنا. وعند الحبل الرملي بتاعه هوريكم بنعين الحبل الرملي بتاعه ازاي وهو بقشره. بصي شيل كده من ورا اهو بسكينه حاميه اهو. بصي اهو بسكينه حاميه اهو، شفتي؟ بسم الله. بصي اهو شايفه اهو الاسود ده اهو. بصي اهو اهو طلع كده اهو معايا. خلاص يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي في الحله بتاعتي نزلت بمكعب زبده ساح خالص. بسم الله. هنزل بالكابوريا كابوريا جميله ازاي اهي. بصوا كابوريا جميله وبيضه جدا. هوريكم بقى هنعمل ايه اهي. خلاص بصوا بقى معلقه كزبره ناشفه وسنه كمون مش كتير، ومعلقه ملح ورشه بسيطه اهي. بصوا من فلفل اسمر
ومعلقه من خلطه السمك. خلاص سامعين صوتها؟ كده. بصوا بقى هنزل هحط ايه. اهي كابوريا. بصوا بقى انا مقطعه فلفل الوان وقرن فلفل رومي. هاخد حبه منها اهو هنا كده كده. خلاص. وبصلايه صغنطوطه خالص. خلاص اهو كده. وفص واحد ثوم. وحاطه الفلفل عشان طبعا هحتاج ميه كده. سهله جدا يعني وبيبقى طعمها جميل. مش هنزل دلوقتي خالص بالميه لما بصوا لما يبقى كل لونها هيغير دلوقتي يبقى لونها برتقاني. بسم الله. هزود الميه شويه عشان انا محتاجاها. زي الزبده. واول ما تاخد غلوه هغطيها وهتقعد على النار حوالي بالظبط حوالي ربع ساعه، مش اكتر من كده ان شاء الله. قعدت على النار زي ما قلت لكم والله ما كملت ربع ساعه. بصوا جميله ازاي اهي. الشوربه بتاعتها بتبقى جميله جميله جدا. استنى اوريها لكم. بصوا بصوا جميله. دلوقتي هنعمل مع بعض الجمبري. اهو الجمبري بعد ما غسلته ونقعته وحطيته في الحله، مش حاطه عليه اي حاجه. هنزل عليه بحبه كزبره. هنزل عليه بحبه كزبره برشه بسيطه كده من الملح. وخلطه السمك برده كده رشه بسيطه. ورشه كمون. خلاص. هنزل عليه بفلفل الوان اللي انا كنت مقطعه. عين حبه للكابوريا وهاخد حبه للجمبري، بس دول هنزل بيهم كلهم. خلاص كده. وهعصر عليه ليمونه. ليمونه كامله. واقطع عليه بصلايه. اول ما لونه يبقى باورنج كده هقوم ايه نازله عليه بحبه ميه بس لسه. غير لما كل الجمبري يكون لونه اورنج. والجمبري اساسا يا جماعه ما بيستحملش، يعني ما بيقعدش على النار حوالي 12 دقيقه، ما بيكملش ابدا الربع ساعه. ودلوقتي هنزل بفص ثوم وهنزل بسم الله بالميه السخنه بس كده، مش عايزه اكتر من كده اهو. واول برده ما ياخد غلوه هغطي عليه النار. اول ما ميه الشرب منه خلص هقوم طافيه عليه. ودلوقتي اهو الجمبري بتاعي بعد ما قعد على النار حوالي 12 دقيقه او اقل والله اهو. هنزل بيه انزلي بيه في اي طاجن، اي طاجن عندك. خلاص رصاصه كده حلو. وهاجي كده بالليمون. بصي بقى دي اختياري مش اجباري. عندك زيت حطي معلقه زيت هتديله لون جميل. عندك مكعب زبده حطي عليه مكعب زبده. وده كان شكل الجمبري بتاعي بعد ما قعد في الشوايه بالظبط حوالي 5 دقايق. انا رشيت عليه رشه بسيطه جدا من الزيت. ريحته جميله 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 جدا. وطبعا الجمبري زي ما انتم عارفين ما بياخدش سوا خالص. بصوا شكله جميل ازاي. بينا نشوف سلطه الطحينه هنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا نحضر مع بعض احلى سلطه طحينه بالبتنجان. انا حطيت في الخلاط
قرن ونص فلفل حامي، وحطيت 4 فصوص ثوم، وحطيت ليمونه ونص، وحطيت معلقتين خل، وحطيت معلقه ملح ورشه بسيطه جدا من الكمون، كوبايه زبادي صغيره. والبتنجان بتاعي انا كنت غسلاه حلو جدا، وكنت يعني منشفته حلو قوي، فتحت الشوايه، قعد في الشوايه من جوه بالظبط على الناحيه دي ربع ساعه وعلى الناحيه دي ربع ساعه. البتنجان يا جماعه في ناس كتير جدا مش بيحبوه خصوصا الاطفال، والله جربي الطريقه دي هتعجبهم جدا. هي شبه البابا غنوج على فكره، بس هي كريمي يعني كلها في الخلاط. ودلوقتي هحط على ال3 بتنجانات بالظبط هيحتاجوا معايا تمن طحينه، يعني مش هياخدوا منك يعني طحينه كتير. والبتنجان كل ما بتكوني يعني شوياه كويس قشرته بتبقى سهله جدا عليكي ان انت يعني تعزلي القشره عن قلب البتنجانه. بصي بسم الله الرحمن الرحيم، بصي القشره سهله قوي ان انت تفصليها عنها. يعني هي خليط ما بين الطحينه وما بين بابا غنوج، جميله جميله جميله. هنزل يعني هنضف البتنجان بتاعي كله. بصي القشره بتاعته عشان طبعا يتشوى حلو جدا في الشوايه، ولا بتحطش عليه زيت ولا اي حاجه، هو بس بتفتحي الشوايه وبيقعد هنا ربع ساعه وهنا ربع ساعه. ودلوقتي انا بالظبط محضره حوالي فنجان زيت، هغطي الخلاط وهديله ضربه، انا عايزاه يتضرب خالص ومن فوق. عارفين غطا الخلاط عينه الغطا اللي الصغير اللي بيبقى فوق ده، ومن فوق انزلي بالزيت سنه سنه بسيطه، حلوه جدا. بصوا بعد ما طلعت كريمي جدا وريحتها جميله وطعمها احلى واحلى. انا بعمل رز السمك، قطعت بصلتين كبار وبحمرهم في الزيت، ونقع 4 كوبايات رز، وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. البصله بتاعتي بس لسه عايزاها اهي خلاص كده. بصوا بقى، عارفين شوربه الجمبري وشوربه الكابوريا؟ انا خدت من دي حبه ومن دي حبه، جربيه والله العظيم تحفه، بالشوربه بتاعته بيبقى طعمه تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو يحتاج ميه، انا نزلت عليه بمعلقه، زودت ملح بسيط طبعا عشان الشوربه كان فيها ملح، وحطيت سنه كمون بسيطه جدا. اول ما تغلي هنزل بالرز بتاعي. ودلوقتي اهو الرز بتاعي بعد ما غسلته ونقعته حطيته كمان اهو. بسم الله. اول ما ياخد غلوه ويبدا ان هو خلاص كده يكون اتشرب شويه، ههدي عليه النار وهوطي عليه، ههدي النار وهغطيه. وبكده انا خلصت الاكل بتاعي، يا رب يكون عجبكم السمك المشوي والطحينه والبولتي المقلي والبامبوليا والكابوريا والرز والسلطه الخضراء والجمبري. يا رب يا رب يكون الاكل عجبكم، وهستنى برضو تعليقاتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.